السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة، فيديو جديد، كيكة جديدة، كيكة عش الكنافة باللوز. رائعة، كتستحق التجربة، كنتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. هنا عندي 200 غرام ديال الكنافة، كتلاحظوا قطعتها. من بعد ضفت عليها 4 ديال الملعقات ديال الزبدة مذوبة. كنخلطوا الزبدة مزيان مع الكنافة حتى إلا كانوا شي كرات كنفكوهم. من بعد كنعطيوها الشكل ديال القالب. هي الكنافة عطيتها الشكل ديال الصينية واستعنت بالكأس. إلا لاحظتوا أن الكنافة ما قطعتهاش مزيان، بغيتها تبقى لي باينة في الكيكة، هنا غنمروا للكيكة. احتجت فيها 3 ديال البيضات مع قبصة ملح، نصف كأس ديال السكر، مع القليل من الفاني السائل مقدار ملعقة صغيرة. هنا كنضيفو نصف كأس ديال الزيت، نزيد نخلطو كلشي مع بعضياتو. زدت عليهم كأس ونصف ديال اللوز مطحون، طحنته مزيان. اللوز يكون ماشي محمر، ماشي ضروري يكون محمر، ولا اللوز كيف ما هو طحنوه بالقشور ديالو. وضفت عليهم نصف كأس ديال الطحين، دقيق الحلويات، مع الخميرة ديال الحلويات 8 غرام، 2 خمارات. قوام الخليط كيكون في هذا الشكل هذا، كريمي بحال الكريمه. من بعد كنضيفوها على ديك الكنافه. هنا كنتمسح لي الفيديو. بعد ما وضعت الخليط زينته بالكنافه. الفرن 170 درجة من الأسفل حتى كتاخد الكنافة لون ذهبي في الأطراف. بعد كنطلعوها الفوق. هنا إلا لاحظتوا أنني كنسقي بواحد السيرو، ساعات درتو بنصف كأس ديال السكر مع نصف كأس ديال الماء، خليتهم حتى يغليو، ومن بعد بديت كنسقي بهم الأطراف ديال الكيك اللي فيها الكنافة، كنسقيهم مزيان، ولكن الوجه ديالها أنا من غير القليل. وهذا هو الشكل النهائي، على أمل أنكم تجربوها. اللوز كيجي باين فيها، المذاق رائع. كما قلت لكم بغيت نخلي الكنافة على هذا الشكل هذا. مع السلامة في الفيديو القادم.